السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد كما كتشاهدوا. اليوم جيت نشارك معكم صيقار بريوات بكاوكاو اللي كيجيو غزالين، كيجيو معلكين، غنضيفو فيهم واحد الاضافه اللي كيجي بهم المذاق خطير. تبعوا معايا الفيديو بسم الله على بركه الله. عندي هنا كيلو ديال كاوكاو اللي كنديرو في الفران بعد ما كندهنو بواحد شويه ديال الزيت حتى كيتحمر، كنقشرو وغادي نطحنو هنا في الهاشوار. نتوما فاش ما طحنتو انا غادي نطحنو كما كتشوفوا معكم هنا في الهاشوار حتى كيطحن ليا مزيان بهذا الشكل هذا. كاوكاو باش كتعرفوه تحمر كتبقاو تقشروا وحده كيبان لكم اللوين ديالها تحمر، كنديروا في الفران نبقاو نقلبوا فيه حتى كياخذ لينا هذا اللوين هذا المذهب، وفي التقشر راه دغيا كيتقشر. ها هي هنا كنطحنوا معكم كما كتشوفوا، غنطحنوا ونعاودوا حتى كيطحن ليا مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وراه كيجيو بنانين، كيجي فيهم واحد المذاق خطير. غادي نديرو فيهم واحد الاضافه اللي تعطيهم واحد المذاق غزال البنات. كنبقى نطحن كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه ونقلب كما كتشوفوا. وهنايا الاضافه اللي غادي نضيف ليه الاولى اللي هي كاس ديال الجنجلان يكون محمر. من بعد ما طحنت هنا كاوكاو ضفت ليه كاس كبير ديال زنجلان. كيف يمكن لكم تضيفوا لهذا الكيلو حتى لجوج كيسان ديال زنجلان، راه ما كيجيش باين زنجلان فيه، ولكن راه كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين وكيعطي واحد البنه خطيره. غادي نطحنهم مزيان حتى كيطحن لي داك الجنجلان ما يبقاش باين لا من جنجلان لا من كاوكاو، يطحن لي يكون على هذا الشكل هذا. عاد من بعد غادي نعاود نطحنو وندير معاه الاضافات اللي غادي ندير بهذا الشكل هذا، باش منين نجي هكذا نكور هكذا الكاوكاو ديالي ما يكونش هكذا يتفرسس، يعني يكون قابط راسو. هنا راه غير كاوكاو وزنجلان، يعني مازال ما ضفت له حتى شي اضافه اخرى. غادي نعاود نطحنو مره اخرى. غادي نضيف ليه الاضافات اللي غادي نضيف ليه، هانتوما غادي تشوفوا معايا اللي هي سكر كلاصي والقرفه. غادي نضيف ليه هنا تقريبا ما بين 2 معالق صغارين ديال القرفه، كتعطيها واحد المذاق زوين. وهنايا عندي سكر كلاصي، كيف يمكن لكم ديروا حتى العسل، انا درت هنا غير سكر كلاصي، يمكن لكم ديروا العسل. هنا الحلاوه كتبقى على حسب، هو كيعطيهم واحد التعليكه ملي كنديروا هكذا سواء السكر او لا العسل في الحشوه، كيعطينا ديك التعليكه اللي كنقلبوا عليها صافي. وغادي نطحن، غادي نبقى هكذا نعاود نطحن، نضيف هكا السكر والقرفه ونطحن ونعاود نقلب عاوتاني. هنايا غادي ندير كل طحنه كندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي ندير هنايا واحد 2 معالق تقريبا ديال الماء الزهر اللي يكون نوعيه مزيانه اللي يكون المذاق والريحه ديالو باينه. غندير هنايا تقريبا واحد 2 معالق تقريبا 2 معالق هنا في كل طحنه، لان باش كيعطيني ديك التعليكه وكيجيش راه ما كيجيش مجهد، راه كيجي يعني تقريبا هو هذاك. غادي نطحن ونعاود نقلب تاني ونعاود طحنه اخرى، لان راه عندي كيلو زائد داك الكاس كبير ديال الزنجلان. هيا هنايا غنعاود الطحنه الثانيه، كنضيف السكر الزبده القرفه ونعاود نطحن. راه غادي يتعلك ليا ملي كنعاود نطحنو كيتعلك، يعني هكذا كنتفاداو داك العجين اللي غادي نبقاو نعجنو. من الاحسن كنعاود نطحنو هكذا بهذا الشكل هذا. ها هو هنايا كما كتشوفوا راه ولا لي بحال العجين، يعني هنا كنشكلو كما انا باغا. هنايا غنضيف ليه واحد الاضافه اللي هي الكراميل. انا هنا عندي النكهه ديال الكراميل ضفتها ليه هنايا وعاود طحنت، كتعطي واحد المذاق غزال او لا كتعطي واحد اللمسه زوينه. صافي هنايا راهم مخلطين لان طحنتهم وعاودتهم. غنخليهم هنايا على جنب وغادي نوجد الورقه ديالي من بعد ما كنكورهم هكذا كويرات باش كيجيوني ساهلين. انا هنا راه غنوجد شويه ديال السيجار وشويه والمتبقي بريوات، يعني البريوات غيكونوا غالبين. كنقطع الشريط كما كتشوفوا نتوما والقياس اللي بغيتو وعلى حسب الحجم اللي بغيتو. كنبقى نلف، راكم عارفين اللفه ديال البريوات راه سبق لي وجدتها معكم في فيديو سابق. غادي نبقى هكذا وكنسودي، كنبقى نتبع داك اللفه هكذا مثلث، وكنبقى نتبع داك المثلث كما كتشوفوا. كنقطع داك الجنب اللي كيكون بحال شويه ناشف، راني كنقطعو لي انا ما قطعتوش انا في الاول، كنخليه حتى كنكمل ونقطعو. بالنسبه لهادو هكذا دوك السيجار صغيورين كنقطع هكذا مثلثات العجين على شكل مثلثات صغيره بهذا الشكل هذا. وكنبقى ندير داك الحريبيل بهذا القياس هذا على قياس الصبع، وكنبقى نلف من بعد ما كنتني الجناب كنبقى نلف حتى كيبقى لي داك القنيته. كندير ليها شويه ديال العجين وكنسد عليها. هنايا درت الزيت كسخن سواء مقيله او لا طنجره بحال هذه،
كنديرو الزيت غير كنحسو بها سخنات نجربو بشي وحيده والعسل حدانا هنا على جنب. صافي كنبداو نطيبو فيهم غير كيتحمروا ياخدوا ليا غير واحد اللوين مذهب، يعني ما نخليهمش يفوتوا الطياب لان راكم عارفين الورقه رقيقه دغيا كطيب، وما نجهدوش ليهم النار باش يجيونا مقرمشين. حنا كنقلبوا على ديك القرمشه ديالهم، يعني الا جهدنا النار غير بحال كيتلهفوا لنا غير من دوك الوريقات الاولين، حنا بغيناهم يجيو مقرمشين حتى من الداخل. كنبقى نهز هكذا بشي سريبيته ولا، وكنبقى نحرك هكا ديك الطنيجره باش كتولي ديك الزيت غالبه فوق دوك البريوات، كتولي كتلعب كما كتشوفوا فوقهم هكذا. صافي كنبقى نحرك مره وانا كنحرك بهذا الشكل هذا، ونقلبهم على هذا الوجه وعلى هذا الوجه حتى كيتحمروا وياخذوا ليا اللون ذهبي. عاد من بعد رانا كنبدا نحيدهم واللي حيتها كنبدا نطفيها في العسل بهذا الشكل هذا. ها هي بداو هنايا كيطيبوا تقريبا كياخذوا ليا واحد اللوين اللي مذهب، ما نفوتوش لهم كما قلنا الطياب. صافي ها هما هنا راه واجدين. غادي نبدا نحيد وفي نفس الوقت كنبدا نرمي باش ما كتبقاش الزيت سخونه كتعاود تبرد. ملي كنرمي وحدين اخرين جداد غادي نبقى نحيد مثلا 4 ونعاود نرمي 4 اخرى، يعني ما كنخليش انا الطنيجره اولا المقله ديالي حتى كتخوى بمره. غنبقى نحيد مثلا انا حيدت 4 غنضيف واحد 4 اخرين، منها ما كتبقاش ديك الزيت سخونه بزاف باش ما تحرقهمش ليا، ومنها يعني ما نخليش حتى نخوي الطنجره كلها. ها هي كما كتشوفوا انا وليت رميت هنايا واحد 5 اخرين، وباقي عندي في الطنجره دوك الاولين اللي تحمرت كنبقى نحيدها. ودائما بنفس الطريقه كنبقى نقلب كما كتشوفوا، ونقلب على هاد الجهه وعلى هاد الجهه حتى كياخذوا ليا داك اللوين الذهبي. عاد من بعد كنطفيهم في العسل نخليهم حتى كيتشربوا العسل مزيان. عاد من بعد رانا كنصفيهم كنديرهم في شي كسكات هكذا اولا صفايه حتى كيتصفاو من داك الزائد ديال العسل. نفس الطريقه بالنسبه لهاد السيجار هادو كما كتشوفوا حتى هما بنفس الطريقه كنديرهم غير كيتحمروا ونحيدهم من الزيت ونخليهم حتى كيشربوا ليا العسل. من بعد رانا كنخليهم حتى كيتسقطروا وكنزينوهم باللي بغينا الزنجلان اللوز ايفيلي كيف يمكن لينا نخليهم حتى هكذا. صراحه راه كيجيو غزالين، كتجي فيهم واحد القرمشه غزاله واللوين مذهب. هنا التصويره ما عطيهمش الحق ديالهم، هنايا راني صورتهم معكم البنات بالليل داكشي اش كيبان لكم التصوير راه ما عطيهمش الحق ديالهم، راه جا فيهم واحد اللون غزاله البنات مذهب، والقرمشه راه جات غزاله. اما المذاق راه جا يا سلام. كما كتشوفوا الحجم ديالهم كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني ماشي كبار ماشي صغار، كيجيو هكذا بهذا الشكل هذا، وكتجي مقرمشه ومعلكه من الداخل، يعني ما كيجيش باين نهائيا داك الكاس اللي ضفنا فيها ديال زنجلان ما كيجيش باين في البريوات نهائيا. الا كنتي معايا اختي حتى لهنا ما تبخليش عليا بواحد التعليق وبواحد الاشتراك الا ما كنتيش مشتركه في القناه. وكنقول لك شكرا لك على المتابعه، والى اللقاء مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.